السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. صباحكم مبروك وجمعة مباركة عليكم البنات. واخا جات معطله شويه هذا الفيديو هذا غتشوفوا يمكن السبت. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم ان شاء الله في تمام الصحة والعافية يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يبارك لي ويبارك لكم في الصحيحة في الرزق في الوليدة في الوالدين، ويدير لنا إن شاء الله ربي البركة في العمر. واللي ناوي شي حاجة في خاطرك اطلب من الله سبحانه وتعالى يا ربي تحققها لي إن شاء الله في هذه الأيام المباركة. قولوا كاملين البنات إن شاء الله آمين. فيديو جديد وروتين جديد إن شاء الله. بديت معكم الروتين ديالي من الصباح كيف ما كتشوفوا. كيفاش قلت لكم صباحكم مبروك. صافي كيف ما شفتوا معايا البنات، اول حاجه كنديرها كنهبط المهم كنغسل هكا وجهي. داك الروتين ديالي اليومي كندوز كنشرب الميه. دائما غادي نفكركم بهذا الكاس ديال الماء انكم تشربوه مع الصباح، فهو ضروري ضروري جدا للجسم وللبشره. والله البنات عنده منافع كثيره كثيره بزاف، راه كيبقى غير يولف. ايوا صافي البنات عفوا. اول حاجه كنديرها قلت لكم كنشرب هذا الكويس ديال الماء، كندوز كنهوي الدار هي الاولى. كنبدا بلاكور، كنحل لاكور، كنحل الشراجم. عاد كنبدا ندور هكا. كاينه بغيت نشطب كنشطب، بغيت ندوز لاسبيراتور كندوزها. المهم كندور في الدار هو الاول، عاد من بعد كندوز نفطر. هذه قاعده صافي. اختكم ها هي كيف ما العاده ضروري هذيك التبخيره ديال الدار، خصوصا اليوم الجمعه، وانا دائما كنبخر كيف ما عودتكم. وهنايا غادي نشارك معكم الحبابات ديالي الطريقه ديالي في التحضير ديال السلو. غادي شاركتها معكم العام الفايت، ولكن كاينين معنا بنات جدادات. الا ما لقاوش هكا الفيديو غادي نعاود نشاركو معكم، ما فيها بس. واخيرا بديت التحضيرات ديال رمضان. هنايا كيف ما شفتوا معايا انايا كنوجد في كسكسو، ويديا كاينه في سلو، باش ان شاء الله نوجدوا اليوم ونطحنوا باقي اليوم ونحط لكم الفيديو ان شاء الله اليوم. هانتوما البنات كي قلت لكم راني نقيت هذاك النافع والزنجلان وداكشي كلشي عندي منقي، غير كنحمر انا دابا. هذا اللوز النصف ديالو كنحمرو في المقله اولا في الفران، درت ليه واحد القطيره ديال الزيت، والنصف الاخر كيف ما شفتوا معايا سلقته غادي نقشرو. هنا عندي كيلو ديال اللوز. هذا اللوز صغير البنات بالقشره ديالو، وكيلو مقشر. ها هو كيلو ما مقشرش وكيلو مقشر. هذاك المقشر غنخليه هكاك بقشورو، الاخر غادي نقليه حتى هو بحال اللوز وغادي نطحنو معاه. صافي هنا عندي 2 كيلو ديال الزنجلان، غادي نحيد منها واحد نصف كيلو. غادي نحضر معكم ان شاء الله بليغات بالزنجلان. هنا عندي المسكه الحره والنافع وحبه حلاوه وسكر كلاصي طبعا، والقرفه والكوزه. صافي هنا البنات هنا في الدار غادي نطحن حبه حلاوه والنافع هي اللي غادي نطحن في الدار فقط. كلشي هادشي غادي ندي ان شاء الله غادي نطحنو عند العشاب هكا اللي كنتقدى من عنده. صافي غادي نطحن مزيان هاد حبه حلاوه هي والنافع. هنايا من بعد ما طحنتهم غادي ندير واحد شويه ديال السكر كلاصي، وغادي نطحن واحد شويه ديال المسكه الحره باش تطحن مزيان. صافي كي قلت لكم هنا ها هو حبه حلاوه والنافع راه طحنتهم حطيتهم في هاد البوطات قدامي. كي قلت لكم راني خدامه كنصاوب هنا وكنصاوب هنا. هذا الكسكس ديالي تا هو راه كيطيب، وكنحمر في العناصر اللي عندي. هنا من بعد ما حمرت اللوز حمرت موراه الزنجلان. وهذه واحد الطريقه غادي نوريها لكم باش تفسخوا اللوز يجيكم مفسخ دغيا، زعما يتفسخ معكم. من بعد ما سلقتو البنات خليته جاب واحد 2 غليات هكاك مزيان في الكاسروله، حيدته من الماء ودرتو في هاد البوشيطات هادو. كندير ليه هاد العمليه هادي راه دغيا كيحيد ليه هذيك القشره. ها نتوما راه تقشر عندي كله. صافي غادي نستيه دابا ان شاء الله نحيدو نديرو في واحد الفيطه باش ينشف ليا باش نقليه. وهنا كنحمر كاوكاو. صافي غادي نحمرو. وفي هذه الاثناء هذه صافي وصلت وقت الغدا، غادي ندوز نحط لهم الغدا هو الاول نتغداو. ها هو سقيت القصيعه ديالي جات شهوه منها.
صافي رافقتها هكا مع اللبن، حيت اليوم الجمعه ضروري حنا عندنا كسكسو، يعني نادرا فاش ما كنديرو الا كانت هكا شي حاجه، ما دائما انا كنحضر سكسو في يوم الجمعه. صافي غادي ندوز ان شاء الله نتغداو، غنغسل هاد المعينات نحيدهم عليا ونكمل معكم التحضيرات. صافي هانتوما هنايا قليت من بعد ما كملت كلشي داكشي اللي بغا يتحمر حمرته. بديت كنقلي في اللوز. ها هو اللوز راه تقلى عندي دابا، كنقليه في الزيت اللي هي بارده. غنحيدو وغادي نخليه الزيت حتى كتبرد، عاد غادي نضيف فيها كاوكاو حتى تبرد البنات، باش ماشي دغيا تخطف لينا. هاني كنحط فيها صبعي زعما راها بارده، باش ما يتخطف لينا هاد كاوكاو ويطيب من الفوق ويبقى ما طيبش من الداخل. صافي البنات هنا كاين عندي الدقيق، ها هو اللي محمر، غربلته في هاد الطاسه هذه اللي غادي نديها بيه، غنديها. صافي هنا كنضيف عليه كلشي العناصر، غادي تجيكم غريبه شويه ولكن البنات راه تيجي واحد السلو اللي هو زوين بزاف. ضفت اللوز، ضفت كاوكاو، غادي نضيف جميع العناصر الا هذاك اللوز اللي كاين عندي مقلي ليه ما غاديش نضيفه، هذاك غادي نهرمشو حتى لاخر مرحله. صافي هنا غادي نضيف الزنجلان حتى هو نصف الكميه غنضيفها باش تطحن، والنصف الكميه الاخرى غادي نخليها حتى نطحنو باش نضيفها في الاخر. نتمنى ان الشرح ديالي يكون زعما واضح وباين. صافي هانتوما زدت هاد العناصر هادو كلهم، كاوكاو بالقشره ديالو، اللوز بالقشره ديالو، الزنجلان، هادي ديك حبه، هادي ديك المسكه الحره اللي كنا طحنا مع داك شويه ديال السكر كلاصي. غادي نجيب واحد الكوزه دابا ان شاء الله نحك غير النصف ديالها، ها هي. طبعا البنات ديروا ضيفوا واحد القبيصه ديال الملحه، راه ما صورتهاش واقيلا ما تصورتش ليا، ولكن نضيفوا واحد القبيصه ديال الملحه باش تعاد لينا هكا الذوق. صافي غادي نحك غير واحد نصف ديال الكوزه وغادي تزيد 2 معالق كبار ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال القرفه، حيت انا عندي هنا المقادير شويه زايده. نتوما عندكم المقادير قليله غادي ديروا معلقه وحده. صافي غادي نضيف كي قلت لكم دابا 2 معالق كبارين ديال القرفه. هنا غادي نضيف 2 معالق ديال النافع كبار ديال النافع و2 معالق ديال حبه حلاوه. في المقادير البنات انا كاين عندي كل حاجه منها كيلو ونص، عندي كيلو ونص ديال اللوز، كيلو ونص ديال الزنجلان، كاوكاو اللي فيه 2 كيلو بالقشره ديالو وكيلو بلا قشره. صافي وغادي نضيف دابا ان شاء الله سكر كلاصي. الحلاوه دائما تتبقى حسب الذوق. وعندي 3 كيلو ديال الدقيق، يعني انا عندي القوام زايدين على الدقيق. كاين اللي كيدير بحال الدقيق بحال القوام، وكاين اللي كيغلب الدقيق على القوام. المهم غادي نحرك هاد العناصر مع الدقيق مزيان. هذا كاوكاو من بعد ما قليته حتى هو ضفتو، غادي نخلطهم وغادي نضيف مقدار ديال 1.5 كاس حتى 2 ديال الزيت. هادشي اللي غادي نضيف. انا البنات ما كنديرش فيه الزبده بحكم انه تيتعطل عندي شويه، ما كنبغيهاش فيه ميلا تعطل كيبدا كيغمال بالزبده. انايا كندير فيه غير الزيت اللي غنضيف ليه هي فاش قليت كاوكاو واللوز. 1.5 كاس راه كافيه، كيجي معلك، حيت هاد الطريقه اللي كندير ليه ما كيديش لينا لا الزيت لا الزبده. واللي بغى يدير فيه الزبده يدير كاس ديال الزبده ونص كاس ديال الزيت، المهم لكم الاختيار. انا 1.5 كاس ديال الزيت كانت كافياني. هاد 1.5 كاس البنات ديال الزيت راه غير ديال اتاي ماشي ديال العنبه، قل من ديال العنبه. صافي غادي نحرك هاد العناصر كلهم وغادي نديهم ان شاء الله مباشره لعند السيد اللي كيطحن ليا هاد المسائل هادو. انا نصور لكم واحد المقطع عنده. هانتوما البنات هذا هو السي عبد الكريم اللي راه شاركته معكم من قبل. سيد الله يعمر، هذا عنده سلعه نقيه، حتى التعامل ديالو الله يعمر ليه الدار. صافي هانتوما حطيت البواطه، راه كنتسنى نوبتي باش نطحن سلو ديالي. وهنايا من بعد ما طحنته البنات ورجعت للدار، هانتوما شوفوا راه تيجي معلك. يا سلام، انا بنيتي والزوج ديالي تيبغوه هكا معلك وملكوك، ما تيبغيوش هذاك اللي تيكون هكا محرفش، لا هما تيبغيوه هكا معلك. صافي هانتوما راه طحن مزيان
تخرج ليا حتى هو الزويته اللي فيه. غنضيف عليه الزنجله اللي بقى عندي، وغادي نضيف الكميه ديال اللوز اللي قلت لكم مهرمش، وغادي نخلطها. نخلي غير واحد الكميه باش نزين. صافي غادي نخلط هاد العناصر هادو غير بالمعلقه اولا بيديكم، المهم لكم الاختيار، ما تيديش معنا الوقت بزاف. وكي قلت لكم بلا دليك بلا والو كيوجد عندنا سلو يا سلام. ايوا صافي زينته بهذه الطريقه هذه باش نقدمه لكم. هانتوما راه تيجي معلك والجديد البنات. نتمنى انكم فعلا تجربوا هذه الطريقه وتعجبكم. نقطع معكم واحد المرصو راه تيجي بحال الكيك، يا سلام، شاد فراسو زوين ومعلك وما تيجيش ميدم البنات بزاف. راه واخا يبان لكم معلك راه ما تيجيش ميدم بزاف. المهم انا نقطع معكم واحد المرصو دابا. هانتوما راه تيجي لذيذ بزاف البنات، فعلا يستحق التجربه وبلا عناء بلا تماره. راه دغيا وجدته. كي قلت لكم انا كنصاوب في الغدا وكنحمر، صافي خلطت ديت للسيد طحن ليا داكشي مزيان مع الدقيق. ها هو سلو واش عندنا. هانتوما البنات كي تيجي راه تيجي لذيذ وزوين، وتيجوا باينين فيه داك الزنجلان وهذاك اللوز اللي خليناه مهرمش كيجي باين فيه. صافي هنا غادي نذوق. ها هو البنات يجي لذيذ بزاف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انه يعجبكم وينال الرضا ديالكم، ونتمنى ان طريقتي في سلو تعجبكم حتى هي، وتجربوها ان شاء الله وتخليوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم. حتى لهنا غادي نقول لكم الله يدخل علينا وعليكم الشهر المبارك ان شاء الله بالصحه والسلامه والتيسير يا ربي والرزق. والبنات ما تنساوش من اللايكات ومن الاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.